الحلقة الأولى: الجزيرة اللي نسيت الزمن. كان في ولد اسمه سيف، عنده حوالي 14 سنة، بيحب المغامرات جدا. دايما بيقرأ عن الجزر الغامضة والمدن المفقودة، وكان بيتمنى يعيش مغامرة حقيقية بعيد عن المدرسة والواجبات والمذاكرة اللي بيكرهها. في يوم من الأيام باباه أخده معاه في رحلة بحرية قصيرة على مركب صغير عشان يقضوا شوية وقت مع بعض بعد فترة شغل طويلة. الجو كان جميل، الموج هادي والشمس بتلمع على المية زي المراية. لكن في لحظة السما اسودت والريح بدأت تعصف والموج عالي فجأة كأنه الوحش اتجنن. المركب بدأت تهتز وسيف كان بيحاول يتمسك بالحبال، لكن صرخة قوية خرجت من بقه وهو بيقع في المية. صرخة وضباب وبعدين سكون. سيف فتح عينه، لقى نفسه مرمي على رملة ناعمة وجسمه كله مبلول. بص حواليه، مفيش ولا مركب ولا حد، بس أصوات غريبة جاية من الغابة اللي قدامه. العصافير شكلها مش طبيعي، ألوانها زاهية قوي وصوتها كأنه موسيقى مش طيور. قام بصعوبة وبدأ يمشي وهو بيقول: أنا فين؟ دي أكيد جزيرة، بس غريبة قوي. كل ما يدخل جوه الأشجار كانت بتزيد والضوء بيقل. الغابة كانت مليانة ضباب خفيف والجو بقى بارد شوية رغم إن الشمس كانت لسه طالعة فوق البحر. وفجأة حاجة لمعت بين الشجر، حجر صغير بيصدر ضوء أزرق خفيف. سيف مد إيده ولمسه، وفجأة الحجر اتوهج أكتر وطلع صوت زي همهمة: اللي لمس النور لازم يكمل الطريق. سيف اتراجع خطوة وقال: إيه ده؟ أنا بيتهيألي؟ لكن الصوت اتكرر، المرة دي أوضح: الجزيرة مش بتقبل الغرباء من غير امتحان. وساعتها الأرض اتهزت تحته ودوامة رملية سحبته فجأة لتحت الأرض. سيف صحى وهو في ممر طويل مضيء بأحجار زرقاء نفس اللي لمسها فوق. الجدران عليها نقوش غريبة لكائنات نصها بشر ونصها طيور. بدأ يمشي ببطء وبيقول لنفسه: أنا في حلم ولا فيلم كرتون؟ وبعدين سمع صوت أنثوي ناعم: مش فيلم، دي الحقيقة يا سيف. التفت بسرعة، لقى بنت عندها جناحين فضيين، شعرها أبيض طويل ولبسها زي ملابس المحاربين في الأساطير. قال بخضة: أنت مين؟ وإزاي عرفت اسمي؟ ردت بابتسامة هادية: أنا ألين، حارسة الجزيرة، واللي بيجي هنا بيجي عشان سبب. سيف قال: أنا ما جيتش باختياري، حصلت عاصفة ووقعت من المركب. ألين ردت: يمكن العاصفة هي اللي اختارتك. الجزيرة دي كانت مختفية من 1000 سنة، وظهورها معناها إن في خطر راجع للعالم، والنور الأزرق اللي لمسته هو مفتاح البوابة. سيف استغرب جدا وقال: بوابة؟ بوابة إيه؟ قالت ألين وهي ماشية ناحيته: بوابة الزمن. الجزيرة دي بتعيش خارج الزمن، فيها أيام بتتكرر وساعات بتختفي، واللي يدخلها ممكن يفضل فيها للأبد لو معرفش طريق الخروج. سيف اتوتر وقال: طيب إزاي أخرج؟ ألين: لازم تواجه اختبار الجزيرة وتشوف إذا كنت تستحق النور ولا لأ.